لن يلفت الأنظار حسن جوادك إن لم يكن فوق الأصيل أصيلا. في البداية أتوجه في هذه الرسالة من منطلق الأمانة تجاه هذا الوطن، سائلا الله عز وجل لا أنطق فيها إلا بقول الحق، قولا وفعلا وأمانة، بسلسلة من الندوات المتتالية في مختلف دوائر دولة الكويت. وتنطلق الندوة الثانية من ديوان السويلم في الدائرة الأولى في عنوان ندوة الشعب الكويتي. أهلي وعزوتي، أبناء وطن الأبرار المخلصين والمخلصات، يا من احتضنتهم هذه الأرض الطيبة ودافعوا عنها وكافحوا من أجلها، وأصابهم ما أصابهم من أذى وضيق حال ومال، يا أهل العزة والكرامة، أقسم بمن حل القسم ورفع السماء بلا عمد وبسط الأرض بلا وتد، لو ما كنت كويت الجنسية لا تمنيت أن أكون كويت الجنسية. فتحية إعزاز وإكرام للدواوين في تجمعهم، وللسياسيين في منازلهم، وللدعاة على منابرهم. تحية عزيزة لكل من أرهقتهم الديون وطغت عليهم تكاليف الحياة. تحية كريمة للتجار ورجال الأعمال، للعاملين والباحثين عن العمل والعاطلين منه، للمهنيين، للكتاب، للطلاب، للمثقفين والمبدعين والمفكرين. تحية عظيمة للمغردين والمغردات. تحية صادقة لكل مخلص وصادقة من أبناء وبنات الشعب الكويتي العظيم. تاريخ هذا الشعب مرتبط بآماله ومتعلق بأحلامه، فلماذا إذن تتجاهل هذه الحكومات المتعاقبة على تاريخ هذه الدولة هذه المطالب والآمال والأحلام اللي لو كانت في ظل حكومة أي دولة أخرى لسعت لتحقيقها وتنفيذها على أرض الواقع؟ والسؤال هنا، هل ترجمت هذه الآمال والمطالب إلى قوانين على أرض الواقع وتم تطبيقها فعليا؟ طبعا لا. هل تحولت هذه الدولة من دولة ضعيفة سياسيا واقتصاديا في ظل هذه الحكومات المتعاقبة عليها إلى دولة قوية متطورة؟ طبعا لا. هل أخذت السلطة في رأيكم في أي مشروع أو قرار رسمي يمس مستقبلكم أو مستقبل أبنائكم؟ طبعا لا. هل أدركوا أن المواطن صاحب السلطة وسيدها؟ الإجابة واضحة وجلية، تسمع من في إذنه صمم وقد يراها من في عينه الرمد. لا لا وألف لا. لو دافعت السلطة عن الضعفاء والمساكين والبسطاء وعموم الشعب الكويتي كما دافعت عن الفاسدين والمرتزقة لكان حالنا أفضل. لو كانت بطانة سلطة البلاد العليا في الدولة ومستشاريها تنقل الحقيقة والواقع كما هي من دون تحريف أو تزييف أو إجبار الناس على قول ما لا يريدون بالحيلة أو بالقوة، لكان حالنا أفضل. لو سأل مسؤول في الدولة إلى المصلحة العامة كما حرصه على مصلحته الشخصية بغطاء المصلحة العامة لكانت الكويت رقم واحد في كل دول العالم. هناك الكثير من المطالبات والاستحقاقات الشعبية، أول هذه المطالب العدل، الحرية، المساواة. الحرية اللي من دونها لا يمكن أن يشعر أي إنسان أنه آمن على نفسه أو رأيه مهما نادى الدستور في الحرية وصاغتها أجمل القوانين طالما القائمين عليه غير مؤتمنين عليه. والعدل اللي من دونه لا يمكن أن ينال أي إنسان أي فرصة ثانية أو ينال أي مواطن المعيشة الكريمة، لأن فقدان العدل ظلم، والظلم ظلمات. الظلم يوم تشعر أن عندك حق ولا تقدر تحصل عليه
في دولة القانون والمؤسسات. الظلم عندما تنادي بما ينادي فيه أمراء وحكام دولة الكويت وكبار مسؤوليها من عدل ومساواة، ويتم محاسبتك ومعاقبتك. الظلم عندما تذهب الحكومات وتأتي الحكومات ولا طبنا ولا غدا الشر. فالعدل والحرية ضمانات فعلية وأساسية للحياة الكريمة لاستمرارها والمحافظة عليها. لا بد من وجود مبدأ المساواة على الجميع. وثاني هذه المطالب، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك حكومة جديدة من رحم حكومة قديمة فاسدة، لأن صانع المشكلة لا يستطيع أن يقدم لها حل. وهذا ما رأيناه في ظل الحكومات المتعاقبة على هذه الدولة التي ساهمت في طمس دلة فساد المسؤولين وتحايلت على الإرادة الشعبية واستغلت مؤسسات الدولة لمصالحها الشخصية، بل ساهمت في بث روح القلق واليأس والإحباط في نفوس المواطنين. وما أعظمها من جريمة عندما يشعر المواطن في دولة القانون والمؤسسات في اليأس والإحباط والقلق. فالمطلوب حكومة قوية وطنية حقيقية ليس كسابقاتها، حكومة تعبر عن آلام الناس ومعاناتهم، حكومة لا ترضى إلا أن تكون دولة الكويت رقم 1 في عهدها. وثالث هذه المطالب الشفافية والمراقبة والمحاسبة واستراتيجيات عامة تقوم عليها قطاعات الدولة ومؤسساتها لمعالجة الأخطاء وتصحيح المسار وفق رؤية واستراتيجية حقيقية وطنية شاملة، اللي من دونها لا يمكن إلا أن يتحول الطيب إلى شيطان شرير والمسؤول الصالح إلى فاسد مستبد وقطاعات مؤسسات الدولة إلى حجر لا قيمة لها. ورابع هذه المطالب احترام المواطن وتقديره وتقريب العلماء والمثقفين وإعلاء من قدر وجهاء المجتمع الكويتي وإعطائهم حقوقهم. ولذلك اقترحت فيما مضى على الحكومات السابقة، وأعيد اقتراح اليوم على أي حكومة أو أي برلمان جديد، تشكيل لجنة مشتركة برلمانية حكومية ينبثق منها عدة لجان تجوب مختلف مناطق ومحافظات دولة الكويت لتعزيز ثقة الشعب بالدولة وزيادة ارتباط الدولة في المواطن من دون حاجز أو حاجب أو رقيب، ويكون عليها أمناء وثقات من المجتمع الكويتي. ومن أهم أولوياتها التعرف على أصحاب الدواوين وأخذ آرائهم في المسائل العامة، دعم المبدعين والمثقفين ودعم الشباب، رفع الظلم على المظلومين وإنصاف المستحقين. وتتأرجح هذه المطالب بين القبول والرفض إذا كانت بطانة سلطة البلاد العليا في الدولة صالحة، أما إذا كانت فاسدة تتحكم في الخفاء في من يكون لها الحق من عدمه. فالإجابة مؤلمة مؤلمة عندما تشعر أن بينك وبين سلطة وطنك حاجز وحاجب في ظل استشارات خاطئة، مؤلمة عندما لا يشعر المسؤول في آلام وهموم أبناء وطنه. الكويت ما لها غيركم وما لكم غيرها، وضاقت في الكويت أنفاسها وشانت أحوالها وتكدرت أوضاعها. وأقولها في عالي الصوت والحق يعلى ولا يعلى عليه. الكويت ما لها إلا هلها، الكويت ما لها إلا هلها، الكويت ما لها إلا هلها. ولا سبيل لنا لتحقيق مطالبنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلا في المناداة في المبادئ العامة والاستحقاقات الدستورية والمطالب الشعبية. عندئذ سيشعر المواطن في الراحة اللي فقدها من زمان، وتزدهر الدولة وتتقدم، ويعم السلام والأمن والاستقرار على الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء
أشكر ديوان سويلم وأشكر الديوان واستضافتهم لي في هذه الندوة، وأخوكم يونس نصير من تجمع حقوق المتقاعدين. طبعا احنا قضيتنا الكل يدري انها صارت رأي عام، واعتقد 4 حكومات لحد الآن و5 وزراء مالية لحد الآن، والوزير الخامس الأخ معالي الوزير أنور المضف، أنت خامس وزير لوزارة المالية ورئيس التأمينات الاجتماعية. اليوم لما نبني نعطي هذه القضية حجمها، فنشوف أن قضية المتقاعدين هي أساس المجتمع الكويتي. اليوم في كل بيت في متقاعدين. اليوم لما نتكلم على قضية فهم الركيزة الأساسية في البلد. اليوم في كل بيت في متقاعد، وأعتقد كل المتقاعدين عيالهم هم الحين اللي يشتغلون. أنا اليوم أبي أوضح أن قضية المتقاعدين قضية لابد أنها تكون قضية أساسية للحكومة القادمة، لأن إحنا للأسف يمكن الحين قعدنا 5 حكومات و5 وزراء مالية لحد الآن ما تم إنصاف جميع المتقاعدين. أنا اليوم لمن أجي وأعطي فئة من المتقاعدين وأخلي فئة، فهذا لا دستور ولا قانون. اليوم لمن أجي أبي أحط قوانين، لابد أن هذه القوانين هي تصف لي جميع الشرائح اللي هم المتقاعدين. اليوم احنا عندنا أكثر من 30,000، وأنا قلتها أمس وأول أمس وكل يوم راح أقولها حق وزير المالية الحالي الأخ أنور المضف. لابد منك أنك تعيد الحسابات اللي صارت مع وزير المالية السابق. اليوم عندنا 30,000 والباب الخامس، وكثير من المتقاعدين اللي ما حصلوا أي زيادة. فأعتقد الدستور والقانون ما يفرق ما بين المجتمع الكويتي اللي هم المتقاعدين. اليوم احنا نحتاج إلى إعادة الخدمات أو إعادة القوانين أو القرارات في التأمينات الاجتماعية. اليوم احنا نبي نغير القرارات لصالح الأنصبة. اليوم أنا ليش قاعد أتكلم عن الأنصبة؟ الأنصبة يعني مثلا واحدة معاشها 700 وتاخذ نصيب 710 310، فهذه لما جمعوا المبلغ طلع 1010 دنانير. قالوا لها مالك شيء. ليش يبقى مالي شيء؟ لأن القانون عندنا رقم 5 أو القرار رقم 5 لسنة 78 يقول لا، اللي يجمع ما بين المعاش وما بين اللي هو الراتب أو الأنصبة، إذا وصلت ل 1010 على القرار اللي حصل أو القانون اللي صار في 3/12 مالك شيء. فهذا مو صحيح الكلام. اليوم احنا نقول حق أعضاء مجلس الأمة اللي صوتوا في 3/12، عفوا اللي صوتوا في 14 نوفمبر، واللي صار القانون في 3/12، مو معقولة أحد منكم ما اكتشف أن في كثير من المتقاعدين في هذا القانون. وزير المالية طلع في الجلسة وقال أن هذا القانون، أنا ما قلت، هذا وزير المالية السابق الأخ فهد الجار الله، والفيديو موجود، وأتمنى أنه يوفي في وعده على الناس اللي تبي تطلع تقاعد. يمكن احنا سمعنا أن للحين التأمينات مو عارفة اللي هو التقاعد المبكر هذا على منو بالضبط. وين دراستكم يا أعضاء مجلس الأمة مع وزير المالية 3 أشهر؟ الحين واحد يقول هذه الدراسة، هذه مو دراسة، هذا أصلا القانون فاشل، لابد أنه يتعدل. ناس خذت 400 و300 عليهم بألف عافية، احنا معاهم، هذا اللي نبيه احنا. أما يجيك واحد معطينا دينارين، واحد معطينا 5 دنانير. هذا الوزير اللي قعد 3 أشهر مع أعضاء مجلس الأمة وطلعونا مثل هذا القانون 2 و5 دنانير، ونقول حق اللي خذ مبلغ الكامل عليك بألف عافية. وهذا ما نسعى عليه احنا. التجمع حقوق المتقاعدين دائما يسعى حق تحسين معيشة المتقاعدين جميعا، لكن وزير المالية جاب لنا قانون مع أعضاء مجلس الأمة صوتوا عليه بدون لا يدرسونه،
وأنا أقولها ودائما أقولها، واليوم وباكر أتمنى من أعضاء مجلس الأمة أنهم يدقون علي، على الأقل واحد فيكم. صار لي أسبوع أقول لكم أو 10 أيام، قانون هذا مر عليكم؟ هل توزع قبل لا يدش الجلسة؟ هل تم دراسته منكم؟ غير اللجنة المالية، أنتم ك50 نائب لما صوتوا في الجلسة، واحد من النواب قام الأخ الحبيني وقال هذا اللي يعول في لغم. هم موضوع يعول، موضوع أن شرايح من المتقاعدين انظلموا. الباب الخامس والأنصبة، شنو ذنب الأنصبة؟ معاشها 800 عطوها تاخذ 200 من أبوها، والله حسبنا لك يا طلع 1000. منو قال هذا القانون أصلا أنتم تقدرون تمنعون؟ دستور والقانون يقول لكم الناس سواسية بالحقوق والواجبات. فإحنا اليوم نقول حق سمو رئيس مجلس الوزراء الموقر أبو صباح، إحنا المتقاعدين 5 حكومات، سمو الرئيس 5 حكومات، 5 وزراء مالية، وهذا الخامس. لحد الآن قضية المتقاعدين ما انتهت. احنا اليوم نتمنى منك يا سمو الرئيس، وهذه يعني من تجمع حقوق المتقاعدين ومن المتقاعدين كلهم، يقولوا لك احنا الناس اللي انظلمنا نتمنى انك تنصفهم. وهذا المطلب اللي احنا نبيه من حكومتنا ان شاء الله، ومتفائلين فيها. واحنا كتجمع راح نقدم طلب في مقابلة سموك، ونتمنى من سموك انك تقعد مع الناس المعنية في هذا الموضوع، ولا تقعد مع الناس اللي ما عندها اي دراية عن هذا الموضوع. اليوم انا عندي معاناة، انا المعني في الموضوع، مو غيري يتكلم عن معاناتي وما يدري شو اللي انا ابيه. فاتمنى ان شاء الله، وهذه رسالة من تجمع حقوق المتقاعدين لسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر المحترم، انه يقدم ملف كامل حق قضية المتقاعدين، وتنتهي هذه القضية اللي صار لنا الحين أكثر من 4 سنوات. وأشكر الجميع وأشكر هذه الدعوة، ومشكورين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ومن والاه، أما بعد. أشكر أخوي الشيخ مشعل الصباح على هذه الندوة وعلى هذه الدعوة، والشكر موصول للأخوة في ديوان السويلم الكرام على حفاوة الترحيب والاستقبال. لا شك أن اسم الندوة في حد ذاته هو عنوان كبير جدا. الشعب الكويتي، أو ندوة الشعب الكويتي، أو آراء الشعب الكويتي، أو مطالبات الشعب الكويتي. لكن بكل أسف احنا نصطدم أمام واقع حقيقي، أننا مهما اجتهدنا ومهما حاولنا لن نستطيع أن نحصي رأي الشعب الكويتي. لماذا؟ لأننا بكل أسف لا نملك مركز حر مستقل لعمل استفتاءات شعبية، لا نملك استطلاعات رأي حقيقية، لا نملك إلا مصدر وحيد للمعلومة اللي هو الإعلام الرسمي الحكومي الموجه، والإعلام الخاص الذي يدور في فلك هذا الإعلام الرسمي بطبيعة ترخيص هذه الوسائل الإعلامية من خلال وكيل وزارة الإعلام. أي واحد يخرج عن يعني الخطوط المتاحة له، يخرج عن العصا والجزرة الحكومية، يخرج عن الكنترول الحكومي، ستوقف هذه الإعلام. فبطبيعة الأشياء هذا الإعلام هو إعلام حكومي بشكل أو بآخر. للأسف إحنا ما نقدر مثل ما قلت، والعمل شاق على إحصاء رأي الشعب حقيقة، ولكننا نستطيع، أنا شخصيا، إخواني الأفاضل الباقين يستطيعون من خلال بعض الشرائح في المجتمع من تلمس بعض المطالبات. وأنا شخصيا كثير من الشعب الذين يعني أستطيع أن أتوقع أو أخمن مطالباتهم وآرائهم، أعتقد أنهم أمام نوعين من المطالبات: مطالبات استراتيجية ومطالبات آنية. وأنا مهما قلت
من أن هناك مطالبات استراتيجية، فأنا لا أؤمن حقيقة ولا أصدق في مقولة استراتيجية بالمعنى الذي أعتقد أنه وصل من خلال كلمة استراتيجية، أي مؤجل. مؤجل إلى متى؟ إلى أجل غير مسمى. لا، هذا مو صحيح. أنا أعتقد أن في هذه المطالبات الاستراتيجية التي سأعرضها الآن أننا تأخرنا وتخلفنا كثيرا أصلا. عموما المطالبات الاستراتيجية لعلي أبتدئ فيها، وهي أيضا ترتكز على شقين، اللي هو واحد، النظام البرلماني الكامل المفترض في أي دولة ديمقراطية برلمانية. كل العالم الحر الذي يعني ينتهج الديمقراطية أبداً ليس لدينا من هذا العالم الحر أي شكل من أشكال الديمقراطية. ما يوجد لدينا هي ديمقراطية مشوهة أو ديمقراطية عرجاء أو شكل بدون جوهر لهذه الديمقراطية. إذن نحن نحتاج ديمقراطية حقيقية فيها شراكة حقيقية بين الشعب والسلطة، شراكة متوازنة. قد يتفذلك البعض ويقول أن الشراكات حسب العقود صيغة المتعاقدين، وأي نسبة. لا، إحنا ما نبي نسبة أبو معتوق في سوق المقاصيص، مع احترامي وأمسي على أخونا الفنان الكبير القدير أبو بدر سعد الفرج. نسبة 2% لمشروع تنقية مياه البحر من الشوايب، هذه احنا ما نبيها. اللي يتكلم في هذا الباب وهذا المضمون لا نقول له هذه النسبة تستحقك. الشعب الكويتي يستحق أن يكون هناك نسب متوازنة، له اعتباراته وله اعتباره وله صلاحياته المعتبرة، كما أن لأسرة الحكم الكريمة صلاحياتها المعتبرة واعتبارها بطبيعة الحال. احنا نسمع دائما سابقا من شيباننا أن الشيخ عبد الله السالم طيب الله ثراه ورحمه الله عندما عمل هذا الدستور أو عندما وافق على هذا الدستور هو أعطى الشعب الكويتي بيد وأخذ ب10 أيدي. هذه قسمة ضيزة. احنا نريد هال10 أيدي تكون متكافئة بين طرفي اللعبة السياسية، بين طرفي الحكم في الكويت، إذا كنا شعبا حقيقيا أصيلا في أرضه. أما إذا كنا شعب درجة ثانية ورعاية ويعني قطع أثاث فهذا أمر آخر. احنا نتكلم كما يجب أن يكون في دولة ديمقراطية. قولوا احنا مو دولة ديمقراطية، هذا باب له جواب. أما إذا كنتم تقولون أننا في دولة ديمقراطية فالدولة الديمقراطية لها أصول وشروط تصنيفية. أنا الكلام في هذا كثير ولكني لا أطيل احتراما لوقت الأخوة. الشق الثاني من المطالبات الاستراتيجية هو باتجاه ثقافة ووعي المجتمع. للأسف احنا ينقصنا في هذا المجتمع كثير من الوعي، وينقصنا ثقافة اجتماعية أو سياسية أو فكرية أو مجتمعية بشكل كبير وخطير جدا. يعني لا زلنا في سنة 2024 لا زلنا نمارس الإثنية والقبائلية أو القبلية. وأعني هنا بالقبلية هي القبلية العشائرية والقبلية الطائفية والقبلية العائلية والقبلية الطبقية. جميع أشكال الإثنيات هذه لا تصلح لبناء الأوطان. هذه يعني تندرج تحت شعار فرق تسد، قسم الشرائح، وهذا الأمر ليس شعارا وطنيا، هذا شعارا استعماريا تفتيتيا للمجتمعات، لا يجمع بل يفرق المجتمع، وهذا ما لا نريده. وبدون دخول في التفاصيل أعتقد أننا نحتاج إلى هذه الثقافة ونتدارس ونتناقش في هذه النقاط من أجل أن نعي ونصنع حالة من الوعي بين أفراد المجتمع بشكل كبير. هذا في أمر. الأمر الآخر أيضا اللي هي المطالبات الآنية. أعتقد أننا في معرض المطالبات الآنية نتجه إلى 3 جهات، وثلاث جهات سأفرق بينها، ولكن ليس من مبدأ يعني فرق تسد، ولكن من المبدأ الدستوري فصل السلطات، لأني سأتوجه إلى السلطات ال3. ففصل السلطات ابتداء ثم سأجمعها مرة ثانية في أمر مطالب منها جميعا. أولا السلطة التنفيذية، وهي يعني الحكومة في دولة الكويت.
بعد التشكيل الحكومي الأخير وبناء على آليات تشكيل الحكومة، ليس كما أرى أنا في الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة، المشروع الذي أطلقناه عام 2011 هو تعيين وليس انتخاب، وأيضا تعيين بناء على يعني جينات وراثية معينة فقط من أسرة الحكم، مع أن الدستور لا يقول في ذلك، ليس شعبيا، ليس من الشعب، وليس منتخبا معين. ولكن خلال هذه الخيارات الضيقة في اختياراتنا ننظر لرئيس وزراء حكومة دولة الكويت المعين حديثا الدكتور محمد صباح السالم. عندما ننظر إلى أبناء الأسرة أعتقد، والكسور فيهم جميعا كلهم، ولكن أنا أتكلم علميا عمليا، أعتقد أن حظ ونصيب الدكتور محمد صباح السالم هو الأعلى بينهم جميعا، من خلال يعني ممارساته الحكومية، ومن خلال تقاطعاته وعلاقاته الدولية وارتباطه مع منظمات دولية. يعني هذا الشخص أعتقد نظريا أنه مؤهل جدا، وهذا ليس شيكا وعلى بياض، لكن هذا نظريا، هذا حسن الظن. هو من يوثقه عمليا، أو هو من يعتبرنا قد يعني خاب ظنه، حاشاه طبعا. وأيضا عندما نستعرض التشكيل الحكومي فمن خلال أسمائهم ووظائفهم ويعني درجاتهم العلمية، وحتى من خلال السن، يعني هذا مهم جدا، نجد أنهم في شكل مثالي أيضا نظري، ولكن أعمالهم سوف تشرح التطبيق العملي لذلك. متى ما تقدموا بخطة عمل، وخطة عمل ليست ورقية، خطة عمل حقيقية قابلة للتطبيق، فيها من القوانين الملزمة، فيها من الجدوى الملزمة للتطبيق، وليست خطة عمل أقل قرار ممكن أن يلغيها. هذا باختصار، وإن كنت أريد أن أفصل وأوجه لهم، ولكن أنطلق إلى الجهة الثانية وهي السلطة التشريعية. أعضاء رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمين، وإن كنت أنا لا أعول عليهم كثيرا بشكل شخصي، ولكن أعضاء مجلس الأمة، رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمين، إحنا لا نطالبكم بالكثير لأننا نعلم فاقد الشيء لا يعطيه، ولكن على الأقل، ولا نطالبكم أيضا بأن تعلنون ما تبطنون، ولكن على الأقل ما تعلنونه تطبقونه، اللي تقولونه افعلوه، مو تقولون شيء وتفعلون عكسه. السيد الفاضل العزيز الأخ الكبير الأخ أحمد السعدون، يعني أنت تعلم يعني مدى قربي منك ومدى احترامي لك، ولكن أنت لست أقل من النقد والنصح والتوجيه والإرشاد، ولست فوقه. أنت قبل أن تعود إلى المشاركة كنت تقول أن صحة انعقاد الجلسات لا يشترط وجود الحكومة، كنت تقول هذا بصريح العبارة، وعندما أتيت إلى مجلس الأمة الجلسة تلو الجلسة ترفعها بسبب عدم وجود أحد من الحكومة. هذا الأمر يجب أن تجاوبنا عنه، يجب أن تجاوبنا عنه يا أبو عبد العزيز، هذا الأمر مهم جدا منك أنت شخصيا. أيضا الأخ داود المعرفي، أنت كنت تقول لن أدخل التشكيل الوزاري. طيب على فكرة أنا مستانس أنك دخلت لأسباب أخرى، لأنك أنت ماسك وزارة الرياضة في الفترة اللي طافت انحدرت بشكل كبير، وأنا أعلم أنك قريب من اللجنة الأولمبية، قريب من الاتحاد الكويتي، وبذلك ستكون أيضا هيئة الرياضة التابعة لك ستكون قريبة من هذا، فيكون تناغم بدل التصادم اللي موجود. أنا كل الأطراف ماني وياها، كل الطرفين اللي موجودين ودمروا الرياضة ودي اليوم يطلعون برا اللعبة، ولكن احنا نتكلم واقعيا ومن فوق الواقع. لكن أنا برجع الموضوع، أنك أنت أعلنت أنك لا تريد أن تدخل في الوزارة ودخلت، وتبريرك أيضا البيان اللي حطيته أيضا بيان أنت تعلم أنك عندك خلل، لكن أرجو أن تنتبه لملف الرياضة اهتمام خلي يكون أكبر من اهتماماتك الباقية، لا تلغي الاهتمامات الباقية، ولكن الرياضة مهمة جدا يا أخ داود معرفي. السلطة القضائية، وإن كان بشكل سريع، أنا آسف لأني أنا طولت شوي، لكن السلطة القضائية أيضا نحتاج إلى استقلال القضاء إداريا وماليا عن أي وزارة، وعن وزير العدل تحديدا. ما يصير سلطة قضائية تخضع لوزير في سلطة أخرى، هذا الكلام غير صحيح. قلنا راح نجمع السلطات الثلاث في أمر معين. السلطات الثلاث تحتاج أن تضطلع بدورها
وتقوم بدورها المطلوب منها، وهو استصدار 4 قوانين لا تحتاج كل المطالبات الاستراتيجية، بل تحتاج وبدون تعديلات دستورية، بل تحتاج رغبة وإرادة في الإصلاح، لأن الإصلاح يجب أن يبتدئ بالإصلاح السياسي. الإصلاح السياسي لن يكون إذا لم تكن هذه ال4 قوانين: قانون إصدار وإنشاء مفوضية عليا مستقلة عن وزير العدل لإدارة انتخابات مجلس الأمة. 2، قانون انتخابي عادل يلتزم بالقوائم النسبية المقفلة. 3، قانون إشهار وتنظيم عمل الأحزاب. القانون الرابع اللي هو تنظيم الدوائر وإعادة جدولتها بأن تكون دوائر متوازية حسب أعداد المقترعين، أو أن تكون دائرة واحدة ما يمنع. يعني الكويت عندما في الدستور تشكل الكويت من عدد من الدوائر، ويقول أحد الفقهاء الدستوريين أن العدد 1 هو أيضا عدد، إذا نستطيع أن نعمل دائرة واحدة بدون تعديل دستوري. للأسف مثل ما قلت أولا، مطالبات الشعوب لا تقاس عبثيا أو بشكل عشوائي، بل يجب أن يكون هناك مراكز دراسات ومراكز استفتاء شعبي حتى نستطيع، ولكن هذا اجتهادنا وعلى الله التوفيق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.